صباح الخير يا صبايا، وحشتوني كتير. كان عندي ظروف كده منعاني شوية. النهاردة ان شاء الله اقول لكم معلومة عن الشاي الاخضر. كتير منكم بيقول ان هو بيساعد على الحرق، بس في كتير كمان ما يعرفش ان هو فيه معلومات مفيدة جدا. اولا اختار الشاي الاخضر المناسب ليكي. انا مش هحدد لك حاجة، وانا ما بعملش اعلان. انا بحب ازيز في اي حاجة، سواء شاي اخضر، ينسون، كركديه، اي المنتجات دي انا بحبها. هنتكلم عن فوائد الشاي الاخضر، بس معلومة بقى بدائية كده، انك اول ما تغلي المية ما تحطيش الشاي الاخضر عليها على طول. يعني سيبي المية تبرد شوية، لان الشاي الاخضر فيه مادة ممكن تموت مع غلوي المية لما تكون سخنة قوي. فاحنا هنسيب المية حوالي مثلا دقيقتين وبعدين نحط الشاي. وفي اللي بيحط عسل، وفي اللي بيشربه من غير سكر خالص. عاوزاكي تعرفي ان الشاي الاخضر بيساعد على الاسترخاء وتهدئة الاعصاب. يعني لما تتعصبي اشربي شاي اخضر، ما تاكليش. وان كمان بيساعد على التركيز، لان في نسبة كافيين بسيطة جدا. والمعلومة طبعا اللي كلنا عارفينها ان هو بيساعد على الحرق، ده حاجة معروفة يعني. فاشربي حوالي 3 كوبايات، مش حوالي، ده اكيد 3 كوبايات في اليوم. صدقيني هيفرق معاكي، وهيفرق في منطقة البطن جدا جدا. الخلاصة يعني اشربي شاي اخضر، اشربي شاي اخضر كتير جدا. اشوفكم على خير في فيديو اخر. تقدري تشربيه بقى. ما تنسوش طبعا تعملوا لي سبسكرايب ولايك. باي باي.